يعني لاعب مشطب وانت عارف انك مشطب ومصر كلها عارفه انك مشطب ومفيش نادي يعني عايز يقبل بيك، وزي ما قلت لكم قبل كده الكلام ده كله، وتلاقيه واقف على الخط بيتنطط 90 دقيقه ما تفهمش بتنطط ليه. يعني هل حضرتك مثلا ما بقتش لعيب وبقيت مدرب؟ يعني انت مش عارف تبقى لعيب هتعرف تبقى مدرب؟ ولعيب تاني بيتجاوز في حق الجماهير بطريقه مستفزه، ولكن ده يخليني برضو اربط ده بامثله تانية حصلت مع الزمالك. يعني لما كان شيكابالا يا جماعه بيتوقف بالسنه ويقول لك اصل ما فيش لعيب يرد على جماهير، دي قاعده معروفه. طب الناس اللي كانت بتطالب باقصى عقوبه ضد شيكابالا، يعني ما شفتش حد فيكم حتى طلع ينتقد فعل لعيبه انبي او لاعب انبي؟ ما حصلش يا جماعه، ما شفتكمش ليه؟ ما حدش طلع يتكلم واستنكر الحدث اللي هو عمله او اللي هو عمله في ارض الملعب. طيب هل في حد في ناديه مثلا سواء رئيس النادي او المدير الفني طلع اعتذر؟ طلع عاقب اللاعب زي ما المفروض يحصل؟ ما حصلش. وكانهم عايزين يسقفوا له مثلا وعايزين يشجعوه على الافعال دي، وان هو يستمر بقى عادي جدا يقف قدام الجماهير يعمل الافعال اللي اتكسف حتى اقول اللي هو عملها. والله وانا عايز اقول لك على حاجه برضو بالنسبه للاعب ده، انت خدت طريق غلط. يعني انت مثلا، انا عارفه انك اهلاوي، انا عارفه انك اهلاوي، وبما انك عندك ميول اهلاويه فانت اكيد ممكن مثلا يبقى عندك ان انت عايز تروح النادي الاهلي. بس انت لو عايز تروح النادي الاهلي ما تشتمش جماهير الزمالك. انت فاهم الموضوع غلط، انت عارف السكه الاسهل، واسال اللعيبه اللي راحت قبل كده الطريق ازاي. ده الطريق سهل جدا بعيد عن الزمالك خالص، اسال اللعيبه.